النوم هو حالة طبيعية من الاسترخاء بتحصل عند كل الكائنات الحية، وخلال الحالة دي بتقل الحركة الإرادية والإحساس بالحاجات اللي بتحصل حوالينا. وما نقدرش نعتبر إن النوم ده حالة من فقدان الوعي، لأ، نقدر نقول عليه تغيير في حالة الوعي الكلي. والإنسان تقريباً بيقضي تلت حياته نايم، بس الأغلبية مش عارفين هما بيناموا ليه. وفي ناس بتعتقد إن النوم ده عبارة عن خمول في وظائف الجسم سواء جسدية أو عقلية علشان الإنسان يجدد نشاطه. بس الواقع المثبت علمياً عكس كده، لأن خلال النوم في أنشطة كتير معقدة بتحصل في المخ والجسم عموماً، مش زي ما الناس فاكرة، لأ ده كمان في وظائف بتكون أنشط وإحنا نايمين. والنوم مش فقدان وعي أو غيبوبة، إنما هو حالة خاصة جداً بيمر بيها الإنسان، وبتحصل فيها أنشطة معينة في الجسم والمخ اللي وهو صاحي بيكون له نشاط كهربائي معين، وده بيتغير تماماً لما الإنسان ينام. ودي حاجة بتظهرها الدراسات اللي بيقوم بيها العلماء لفهم النوم. وعدد ساعات النوم اللي بيحتاجها الإنسان بتختلف بين شخص والتاني، بس عدد الساعات اللي بيحتاجها شخص معين غالباً بتبقى ثابتة. مع إن شخص ممكن ينام عدد ساعات في يوم أقل من يوم تاني، إلا إن عدد ساعات نومه خلال الأسبوع أو الشهر عادة بتكون ثابتة. وفي اعتقاد شائع إن عدد ساعات النوم لازم يكون 8 ساعات في اليوم، بس الرقم ده في الحقيقة هو متوسط عدد الساعات عند أغلب الناس، بس مش لازم الإنسان يحتاج إن هو ينام 8 ساعات، لأن عدد ساعات نوم الإنسان بتتراوح بين 3 ساعات عند ناس لأكتر من 10 ساعات عند ناس تانية. وفي دراسة للمركز الوطني للإحصائيات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، لقوا إن 2 من كل 10 أشخاص بيناموا أقل من 6 ساعات يومياً، و1 من كل 10 أشخاص بيناموا 9 ساعات أو أكتر كل يوم. والأشخاص اللي بيناموا أقل من 6 ساعات يومياً بيتسموا أصحاب النوم القصير، في حين اللي بيناموا أكتر من 9 ساعات بيتسموا أصحاب النوم الطويل. بس الاتنين طبيعيين جداً. مش معنى إن المتوسط 8 ساعات يبقى الإنسان لازم ينام ال8 ساعات زي ما كتير فاكرين، أو إن كل ما ننام أكتر نصحى أحسن. لأ، أنت ممكن تنام 5 ساعات بس في اليوم وتصحى فايق ونشيط وما عندكش مشاكل. النوم بيتغير تدريجياً من مرحلة الطفولة للبلوغ، بس بعد مرحلة البلوغ عدد ساعات النوم اللي بيحتاجها الإنسان غالباً مش بتتغير بعد كده، بس اللي بيتغير هو طبيعة وجودة النوم نفسه. ده بيتغير كل ما نكبر في السن. فكبار السن بيبقى عندهم النوم خفيف وأقل فعالية وراحة، على الرغم إنهم ممكن يكونوا بيناموا نفس عدد الساعات، وده لأن نسبة كل مرحلة من مراحل النوم بتتغير مع تقدم السن. فبعد حوالي سن 50 أو 60 نسبة النوم العميق بتكون وصلت لنسبة قليلة جدا من وقت النوم الكامل، أو ممكن تختفي تماما. ومع ثبوت عدد الساعات إلا إن طبيعة النوم نفسها اتغيرت، فبيبقى النوم خفيف ومتقطع، وده سبب من أسباب النعاس اللي بيعاني منه كبار السن. وفي عوامل كتير ممكن تأثر على النوم أو حتى توصل الإنسان لمرحلة الأرق. والأرق هو اضطراب بيؤدي لصعوبة النوم أو الاستمرار فيه، أو حتى النوم ما يكونش مريح، وده بيؤثر طبعا على نشاط الشخص خلال يومه. وفي ظروف ممكن تؤدي للأرق دي زي التوتر، الألم، قصور القلب، الكافيين، النيكوتين، الكحوليات، أو بعض الأدوية. والنوم مش كله مرحلة واحدة من ساعة ما بننام لحد ما نصحى، لا ده في مراحل، وكل مرحلة ليها وظيفة ودور معين. ومراحل النوم عبارة عن 4 مراحل. أول وتاني مرحلة دول بيبقى النوم فيهم خفيف وبيبقوا في أول النوم، والمرحلة الثالثة والرابعة دول مراحل النوم العميق، والمرحلتين دول مهمين عشان الجسم يستعيد نشاطه، ونقصهم بينتج عنه نوم خفيف غير مريح، وبالتالي طبعا تعب وإجهاد في النهار. وبعد حوالي 90 دقيقة من النوم بنخش في مرحلة الأحلام، أو زي ما بيسميها العلماء مرحلة حركة العين السريعة. ودي المرحلة اللي بيحصل فيها الأحلام، ومهمة جداً لاستعادة نشاط المخ. والمرور بكل مراحل النوم دي اسمه دورة نوم كاملة. وخلال فترة نوم الإنسان الطبيعي اللي هي من 6 ل 8 ساعات، الإنسان بيعدي تقريباً على 4 ل 6 دورات نوم كاملة. في النهاية فالنوم بيعتبر فترة طبيعية جداً بيمر بيها الجسم يومياً ليستعيد نشاطه وقدرات المخ في التعامل مع الحياة. وسواء متوسط عدد ساعات نومك 3 ساعات أو 9 ساعات يومياً، أهم حاجة إن جودة نومك تكون عالية وبتصحى فايق ونشيط.